السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ أحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعالوا النهاردة مع بعض هنعمل في الفيديو بتاعنا وصفة جميلة جدا جدا، أكلة شعبية كانوا أيام زمان أجدادنا وأمهاتنا بيعملوا الأكلة دي أو الوصفة دي. بصراحة كانت بتطلع طعمها خطير. يلا بينا نشوف ايه الوصفة دي. عندي كده المقادير بتاعتي: رز وفول اخضر، والمكونات بتاعتي بصل وكزبرية، وعندي البهارات ملح وكمون وكزبرة ناشفة. جيب عندي الحلة وانزل فيها بشوية من الزيت وشوية يعني يكونوا شوية ايه يعني فوق المتوسط بشوية، ما يكونوش قليلين قوي ولا كتار قوي. المهم بعد كده نزلت على الزيت بتاعي بعد ما سخن بالبصل وشوحته بالشكل ده لحد ما ياخد معايا لون اصفر. واهم حاجة يكون لون البصل يعني غامق شوية، ما يكونش فاتح، عشان ده بيفرق معايا في الوصفة. الوصفة بتاعتنا النهاردة كزبرية، بتبقى بجد طعمها لذيذ وجميلة جدا. هنا بقى جبت كيلو ونص من الفول وفصصتهم او شلتو منهم القشر كده زي ما انتوا شايفين، وغسلتهم كويس ونزلت بيهم على البصل زي ما انتوا شايفين كده. بجد الأكلة بسيطة وبتعجبكم جدا، جنب بقى مخلل أو بتنجان مخلل، وبجد بتفرق وبتبقى طعمها جميل ومغذية والولاد بيحبوها. هنا بقى جبت البهارات بتاعتي وقلبتها كده في الفول والبصل زي ما انتوا شايفين كده، وهغطي عليهم واسيبهم ياخدوا مع بعض كده شوية زي 10 دقايق. وبعد كده بقى هنزل عليهم هنا بالكزبرية. الكزبرية دي عبارة عن كزبرة خضراء ومشوحاها في شوية من الزيت ومعلقة من الثوم، وبتديني الشكل ده كده. وبعدين احطها على الوصفة بتاعتي واقلبها كويس واغطي عليهم واسيبهم على النار لمدة 10 دقايق لحد ما يبدأ الفول كده ايه ياخد بقى من البهارات وياخد من الكزبرة وياخد من الثوم وياخد بقى كل الحاجات الجميلة دي. اهم حاجة حبايب قلبي، لو لسه اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله، ولايك للفيديو ده لو الفيديو عجبكم، وكومنت حلو تشجعوني بيه. هنا بقى نزلت عندي كده بكيلو من الرز وقلبته مع الفول بالشكل ده كده. بجد بتفرق وجميل وطعمه لذيذ، وأكلة بسيطة كلها في حلة واحدة، وبجد في منتهى الجمال وهتعجبكم. بعد ما الرز بقى كده اتقلب شوية مع الفول ومع الكزبرة ومع البهارات بتاعتي، بدأت بقى ان انا انزل عليه بالمية كده واسيبه بقى لحد ما يكمل تسوية على النار، وبعدين نشوف النتيجة. بجد النتيجة خطيرة، وأكلة شعبية لذيذة ومغذية، وبجد وصفة حلوة، جربوها هتعجبكم ان شاء الله. اهم حاجة حبايب قلبي، لو وصلتم لحد هنا معايا بالفيديو ما تنسوش الصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. يلا جربوا الوصفة وقولوا لي في كومنتات ايه رأيكم فيها. بجد هتعجبكم ان شاء الله لما تجربوها. واكلة بسيطة وخفيفة، وبجد في منتهى الجمال، والولاد حبوها، وان شاء الله جربوها كده ودمتم بخير والسلام عليكم. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. باي باي.